يوم مشرق، شغل أغنية عشان المود، يوم جديد لذيذ. هو احنا ليه لما بنبقى متضايقين او حتى مبسوطين بنجري نشغل اغاني حزينه؟ الموضوع ما طلعش مجرد نكد، لكن مخك بيستسكى عليك. مخك بيعمل معاك حركه جدعنه ويبعت لك مسكن ببلاش. لما بتسمع اغنيه حزينه مخك بيتخدع وبيفتكر ان انت بتمر بفراق حقيقي او صدمه، فبيجري يفرز هرمون اسمه البرولاكتين. الهرمون ده بقى شغلته ايه؟ يهديك ويطبطب عليك. بس بما انك في الحقيقه كويس وما بتمرش باي فراق ولا حاجه، مخك بيستمتع بافراز الهرمون ده، لانك بتستمتع بتاثير المسكن ده من غير ما تدفع ولا مليم، كانك بتفرغ شحنه من غير خسائر. الأغنية الحزينة بتعمل لمخك زي صمام أمان، تخليك تطلع كل المشاعر المتراكمة والمكبوتة، زعل بقى، غضب، حزن، أيا كان، بتديك شعور بالأمان من غير ما تضطر تدخل في مشكلة حقيقية. ومحدش بيعمل كده يعني، بس أنا ما يحلليش القراية غير على صوته. يا حب أمانة تفرق بس إحساس كده إن أنا مش لوحدي، فاهمين؟ لأن جوه دماغك حاجة اسمها خلايا مرئتية اللي بتخليك تحس باللي قدامك. لما تسمع المغني وهو بيوصف وجع معقد جواك، الخلايا دي بتديك إحساس إن أنت مش لوحدك وفي حد حاسس بيك، فما تحسش إنك لوحدك. حزن بالمجان يعني، أنت من جواك عارف إن الأغنية مجرد كلام ولحن، مش هيأذوك في حياتك، فبتقدر تستمتع بجمال المزيكا وعمق الكلمات من غير ما تحس إن في خطر على حياتك. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام. سلام، أنا تقريبا مشيت